Salibal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa jami' auladih wa usulih wa furihim summa ila ruh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Abdul Rahman bin Abdullah bin Fiqih summa ila Al-Habib Ali bin Abdullah bin Abdul Rahman As-Sagab summa ila Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi summa ila Al-Habib Al-Imam Habib Ahmad bin Umar Al-Hindwan summa ila Al-Habib Ali bin Nasr Al-Attas Abu Bakar Abdullah Al-Attas Ahmad bin Nasr Al-Attas ثم إلى الإمام سيدنا الحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر أبي طاهر بن بن طاهر أبي عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى الحبيب حسن بن صالح البهار ثم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي جميع أولاده وأصوله وفرهم ثم إلى روح من أهل زنبال وقدار وفلان ومعاول وبشار ثم إلى أرواح من أولياء الله في هذا البلاد Palembang من أهل Gambang Gauci ومن أهل Kabupaten Kurab وقبا Duku وقبا Batashar وقبا باب السلام ثم إلى الإمام الحبيب حامد بن علي بن عبد علي بن عبد الله الحداد جميع أولاده وأخوه محمد ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن بن علوي الحبشي الحبيب عبد الرحمن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سيدنا علي كعب ثم إلى الحبيب شيخ أحمد بن شهاب شيخ بن شهاب عبد الله بن شهاب بن علوي عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب علي ثم إلى الحبيب أحمد بن حميد علي كعب ثم إلى الحبيب علي بن علوي بن شهاب ثم إلى الحبيب علوي بن حمد أبا حسين ثم إلى الحبيب عبد الرحمن عبد الله بن شهاب عبد القادر بن حسين علي دروس ثم إلى الحبيب أبو بكر محمد بن شهاب ثم إلى الحبيب علي ثم إلى سيد المقام الحبيب علوي بن شيخ السقاب وهو بارقوان بن عبد الرحمن منور وجميع أولادهم وبناتهم وحفاظهم وأسباتهم وأصولهم أفرهم ثم إلى الحبيب عمر مولى حيلة والحبيب علي بن عبد الرحمن منور وجميع أولاده وأصوله وأفرهم ثم إلى أرواح جامع سادتنا علي أبي علوي بمشرق أرضها إلى مغربها برها بحرها وأن الله يريد الجنة ويكثر طوباتهم ويدوف سناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين الآخرة وأن الله يجعل هذا بان مدخال البركة بالحال والمال والعيال وأن الله يرزقنا ولا أولادنا ولمشايخنا ولجميع إخواننا الصحة والعافية دوام العافية تمام العافية ببركة هذا صاحب الحال لبعض من شيخ السقاب على هذه النية ولا كنية صالحة ولنا وسلفنا الصالحين ولنا وجميع مشايخنا ومعلمنا حبيبنا عمر بن محمد بن سليم الحفيد وحبيبنا عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب وجميع مشايخنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي الطابري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال الوظيفة الثالثة ألا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويطلب الثواب والشرف بخدمته. قال الشعبي صلى زيد بن ثابت على جنازة فقربت إليه بغلته ليركبها فجاء ابن عباس فأخذ بركابه وقال زيد خل عنه يا ابن عم رسول الله. وقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس من أخلاق المؤمن التملق إلا في طلب العلم فلا ينبغي للطالب أن يتكبر على المعلم ومن تكبره على المعلم أن يستنكف من الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين وهو عين الحماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة ومن يطلب مهربا من سبع ضار
يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل. وضروة سباع النار بالجهال بالله تعالى أشد من ضراوة كل سبع. فالحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان. ولذلك قيل العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. رضي الله عنهم ولا ينال العلم إلا بالتواضع والإقسام السماء. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى سمع وهو شهيد. قال مؤلف كتابه إحياء علوم الدين الإمام أبو الحامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه بالدار آمين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه رضي الله عنكم فليكن المتعلم معلم كارد دمثة نالت مطرا غزيرا فشربت بجميع أجزائها وأذعنت بكلية لقبوله. ومهما أشار عليه المعلم بطريقه في تعلم فليقلده وليدع رأيه فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه. إذ تجربة تطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يأدم نفعها. فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد في قواته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيتعجب منه من لا خبرة له. وقد نبه الله تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام حيث قال الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ثم شرط عليه السكوت والتسليم فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ثم لم يصبر ولم يزل في مردته إلا أن كان ذلك سبب فراق ما بينهما. وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأيا واختيارا ورأى اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران. فإن قلت فقد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال مأمور فاعلم أنه كذلك ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه فإن السؤال عما لم تبلغ رتبتك إلى فهمه مذموم. ولذلك معنى الخضر وموسى عليهما السلام عن السؤال أي دع السؤال قبل أوانه. فالمعلم أعلم بما أنت أهل له وبأوان الكشف وما لم يدخل أوان الكشف في كل درجة من مراق الدرجة لا يدخل أوان السؤال عنه. وقد قال الإمام علي رضي الله عنه إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال ولا تعنته في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تأخذ بثوبه إذا نهد ولا تبشي له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن أثرته وإن زل قبلت معذرته. وعليك أن توقره وتعظمه لله تعالى ما دام يحفظ أمره الله تعالى ولا تجلس أمامه وإن كان له حاجة سبقت القوم إلى خدمته. قال صاحب المصنف رضي الله تعالى عنه الوظيفة الرابعة أن يحترز الخائض
في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس السواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة فإن ذلك يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويعيسه عن الإدراك والإطلاع بل ينبغي أن يتقن أولا الطريقة الحميدة والواحدة المريضة عند أستاذه ثم بعد ذلك يصغي إلى مذاهب والشبه وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأي واحد وإنما عاداته نقل مذاهب وما قيل فيها فليحذر منه فإن إضلاله أكثر من إرشاده ولا يصلح والأعمى لقود الأميان وإرشادهم ومن هذا حاله فهو بعد في عما خيره وتيه الجهل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في الدنيا والآخرة آمين. ومنع المبتدئ عن الشبت يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عن مخالطة الكفار وندب القوي إلى النظر في اختلافات يضاهي حث القوي على مخالطه الكفار ولذلك يمنع العاجز عن التهجم على صف الكفار ويندب الشجاع له. ومن الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل عنهم من المساهلات جائز ولم يدرك أن وظائف الأقوياء تخلف وظائف الضعفاء ولذلك قال بعضهم من رآني في البداية صار صديقا ومن رآني في النهاية صار زنديقا إذا النهاية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكين الجوارح إلا عن رواتب الفرائض فيتراءى إلى الناظر أنه بطالة وكسل وإهمال وهيهات هيهات فذلك مرابطة للقلب عن عين الشهود والحضور وملازمة للذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام وتشبه الضعيف بالقوي فيما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهي اعتذارا فما جاز للبحر فهو الكوز أجوز ولا يدري المساكين أن البحر بقوته يحيل النجاسة ماء فتنقلب عين النجاسة باستيلائه إلى صفته والقليل من النجاسة يغلب الكوز ويحيله إلى صفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. ومن ترجمة وجيزة عن الإمام العلامة والحبر الفهامة نخبة السادة لذيذ الوفاق لا يسأم مجالسته ولا تمل مجالسه يسأل عمن يعرفه إذا بعد عهده ويستفقده ويعز عليه فقده
وليس دون مجلسه حجاب ولا على بابه حجاب ولا يرد القاصد وكثيرا ما يطول معه مجلس وتشق عليه الحف أو عليه حكنه مع الكبر فلا يشير عليهم بالقيام ويتحمل ذلك بنفسه. ومن عظيم تواضعه يود كل أحد تقبيل يده فيأبى ذلك ويشق عليه فلا يترك أحدا يقبل يده إلا من المنتسبين إليه من أولاده وأولاد بنيه وبناته. ويقول قال العيدروس تقبيل يدي كلطم خدي مع علمه بحسن ظنهم وفرحهم بذلك وصدق نيتهم فيه. وأما عبادته فيقول حبيب عمر بن زين بن صميت الحبيب علي من أساطين الطريقة الحدادية وحجة على أهل وقته في العبادة. كان رضي الله عنه بعد مجاوزته 80 من جميع. وكان ورده كل يوم من التهليل 1000 ومن سبحان الله وبحمده 1000 ومن الصلاة على النبي 1000 واستغفر الله 1000 وجزى الله محمدا عنا ما هو أهله 1000. وله ورد لطيف في الأذكار يسهل على القارئ قراءته. ومع هذا تراه في جموعه ودروسه ومجالسه وغير ذلك جمع الله له بين الذكر والتذكير عطاء من الله العليم الخبير. وهذا شأن كمال العارفين. كان رضي الله عنه جبلا راسيا وطودا شامخا لا يتزلزل لطرق النوازل. ونذكر قصته عند خروج الرجل البدع المكرم وقومه أيام الطغام سنة 1175 هجرية. تزلزل كل مناصب حضرموت وذهبوا من أماكنهم إلى الجبال والحصون إلا هو رضي الله عنه والحبيب سقاف بن محمد بقوا في أماكنهم والخلق يستجيرون بأكنافه يمضون فراقا في حوطته المشهورة بالحاوي ولا يقدرون على أحد منهم فلم يستطيع أحد على خرق حماه والوصول إليه ويكند ويهتف عليهم. فحصلت الحماية للجميع ببركته رضي الله عنه. وقصته المشهورة مع الأمير مبارك ورجل من محبيه المنسوبين إليه وذلك في فرض ضريبة وضعها عليه فناصحه الحبيب علي في ذلك وأرسل إليه أحدا يناصحه في ذلك وأمهله فلما أبى ولم يقبل قال أبا يشوف منا مكتوب الحبل. فلما كان يوم الجمعة وقف في قبلة الجامع بعد الصلاة ونادى بالصلاة على الأمير مبارك وصلى عليه وهو وجمع من أصحابه والأمير في المسجد. فاستغل الأمير بالأمر وخرج إلى الحبيب محمد بن عمر وقال أريد منكم الشريعة في هذا السيد يعني الحبيب علي هل تجوز الصلاة على الحي؟ فقال له الحبيب محمد إذا كان السيد علي فلا نقدر لأن السيد من أهل الكشف
ولعله قد رآك في اللوح المحفوظ قد حان أجلك فلم يلبث إلا 8 أيام ومات الأمير وأهله فنعوذ بالله من معاداة أوليائه. وكرامته كثيرة نذكر منها اليسير، فمن ذلك أن حسن الفلس كثيرا ما يتحدث ويخبر أنه سيخرب، ويقول ذلك مع قوة أهله مالا ورجالا. فكان من قدر الله أن خرجت منه أول طائفة بعد أن قلوا وذلوا، ثم أخذه أناس أقوى منهم ففني فيه أكثرهم موتا وقلوا وذلوا أيضا، ثم ثالت طائفة وهي أقوى من الجميع فخرجوا منه أقلاء أذلاء وباعوه بأرخص ثمن فخرب خرابا شنيعا ودثر وتم ما وعد به رضي الله عنه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. لي برجواك يا مولاي القاه قوية، تهت بابك وشوف لي فيك يا ربي نياه، وانت يا ربنا تعلم بما في الطوية، والصلاة على المختار خير البرية، قدك داري بما في الظاهرة والخفية، وإن عصينا وسرنا في الطريق العكية، فلنلك جودي يغفر ذنبنا والخطيئة، والصلاة على المختار خير البرية، فلنلك جودي يغفر ذنبنا والخطيئة، تحت بابك وكل منك يبغى عتيا، يا الله اسلك بيننا جد طريق السوية، والصلاة على المختار خير البرية، في طريق النبي والسادة العلوية، يا مجيب استجب وعجل بشربة هنية، واصل عمالنا يا ربنا والطوية، والصلاة على المختار خير البرية، واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا، وإن دعيت للوداك للعطايا السنية، إن ادعونا مثلهم نعرف حقوق المعية، والصلاة على المختار خير البرية، في كفلهم ومعهم في الجنان العلية،
عند طه النبي المختار خير البرية بعثنا بالنبي هو كنزنا والخبية والصلاة على المختار خير البرية لتأكد تجي في الحال من نهبتيه وإن دعيتناه للبال ويزيل البلية واللي صلوا عليه إنه إمام السرية والصلاة على المختار خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وذلك في شهر جماد الأخير من سنة 1092 ألف وكان والده الصالح الزاهد عبد الله تزوج عند سادتنا ووجد أدنى المشهور بن صلاح والعلم والنور والفلاح المعروفين بآل طه الصافي تزوج والده سيدتنا الشريفة سلامة بنت الجد العلامة علي بن عمر بن طه ثم نشأ وتربى بين ظهران والعد وأخواله ترعاه العناية في كل أحوال وسيما السعادة عليه لا يأيه وأمارة الهداية فيه مشرقة واضحة وحفظ القرآن العظيم في صغره وغاص على جواهره ودرره فلم يزل كذلك إلى أن كبر وشب وابتدأ في طلب العلوم وأدب متنقلا في بلدان حضرموت خصوصا البلاد المحروسة تريم وقسم يتعودها ويسكنها لأنها مسكن أهله وكذلك القدرية المنورة المحوطة يساكنتها الشيخة العارفة السلطانة زبيدية وله مع هذه الشيخة وقايع مشهورة ومكاشفة معكورة سنراد إن شاء الله سنورد إن شاء الله تعالى بعضها ولنشرع بتيسير الله وحسن إعانته في ذكر رحلته وسفره إلى جهة الهند وذكر من اجتمع به وأخذ عنه من أعيان تلك الجهاد لما أراد الله أظهار هذا الأمر إن تبعثت الهمة وتجددت العزمة بعد أن وصل سيدنا إلى حضرة الشيخ الإمام سيدنا عبد الله بن علوي الحداد وأشار عليه بالنفوذ إلى تلك الجهاد وكان الأصل في ذلك والده الجد عبد الله أشار على سيدنا بالسفر إلى صنعاء لسبب إرث بعض نسبائهم من بعد السادة توفى هناك وأراد سيدنا السفر إلى جهة الهند
فأتم الأمن بينهما على الذي يشير به الشيخ عبد الله بعد أن يسلم الرعي إليه. فأشار سيدنا الشيخ عبد الله بالحندي وقال دين والدنيا، فصار الأمر كما قال من حيث العيد، وأما من حيث الدين، وأما من حيث الدنيا ظاهر فلا لكن تم الأمر بصلاحها واستقامتها كما سنذكره. ثم سار سيدنا إلى جهة الهند المذكورة حتى وصل إلى بندر سورة المحروس، وقصد بيت السيد إلى مسجد أحمد بن عبد الله العيدروس. ثم بعد مدة يسير دل على الوصول إلى حضرة الأنوار وخلاصة الأسرار وحضرة سيدنا العليم الهمام والجهاد القمقم مع مغناطيس القلوب الشريك المقرب المحبوب مولانا الكتب علي بن عبد الله بن أحمد الإدروس. فلما وصل عنده وابتدأ في حضور مجلسه أراد سيدنا الإدروس اختبار سيدنا والبحث عنه كما يفعله كمل المشايخ لكمل المريدين. المعبر عنه في اصطلاحهم بالتحكيم كان كثيرا، أما يمنعه عن الطلوع إلى حضرته ويريده من الباب إلى أن يعدنا له بالطلوع أو يرد وطالع إلى حضرته كثير ولا يمنع أحدا غيره. وكثيرا ما يخبرنا أنه ذات يوم وصل إلى عند الشيخ المذكور وهو لابس ثوبا أبيض جديد، فاستأذن في الطلوع فأذن له بعد وقت. فلما صعد الدرج بخادم وهو عبده المسمى شاكر حامل غساله غدايهم، فلم يشعر إلا بارقه الغسالة في ثوبه الجديد، فطلع والثوب يتقاطر ولم يسأله شيخه عن ذلك وسببه. فاعلم ذلك وفكر في نفسك هل تصبر على مثل هذا الامتحانات؟ أولا ولكن ليت شعري قد عزت النفوس. ولم يزل شيخه رضي الله عنه يمتحنه بمثل ذلك مما يمتحن به المريد السالك حتى وجد التبر صافيا والسر خافيا، فتيقن أنه في مثل هذا الوعاء توضع الأسرار، وإن الكنز تحت ذلك الجدار. فرفع الحجاب وأزل القناع واشهده السر الذي لا يبدو إلا إلى مثله ويدع، وقال له بلسان الحال والمقال لا حجاب عليك، سيقول ما هنا من السر إليك. وأمر الحاجب أن لا يحجبه إذا جاء، واستمرت مجالسه مع شيخه المذكور، ولم يزل معتكفا بجنابه المعمور، وتصدر من شيخه له الأشارات والبشارات والمكاشفات بخواطره المغيبات. بسم الله. من كتاب نسمة العراف في نشر ما تيسر من أنفاس الإمام العارف بالله الحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف. هذه القصيدة للحبيب علي بن عبد الله بن عبد الرحمن السقاف أنشأها الحبيب علي في وقت شدة وضيق في العيش بنية الفرج العاجل ورفع الشدة وسداد الدين. يا قريب الفرج فرج على عبدك اليوم، واقضي دينه وفرج كربته واكفه اللوم. يا قريب الفرج فرج على عبدك اليوم،
واقض دينه وفرج كربته واكفه اللوم وافتح الباب له وادخله في جملة القوم ما له إلا أنت يا رحمن مكن له الصوم منطرح تحت بابك والعمل منه مذموم لكن فضالك السابق على الزين والشوم قلت ذا باللسان والقلب لي فيه معلوم عند ربي عسى يعطف وبه كون مرحوم قلت ذا باللسان والقلب لي فيه معلوم عند ربي عسى يعطف وبه كون مرحوم والصلاة على المختار ما غرد البوم وعلى الآل والأصحاب تسليم مرقوم يا قريب الفرج فرج على عبدك اليوم. قال رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنكم وأما الإحسان إلى الممالك والأرقاء وينبغي لمن أراد أن تزوج أن يتحرى ذلك الدين والخير والصلاح إن كانت فقيرة وغير فائقة في الجمال فقد حث عليه الصلاة والسلام على ذات الدين ورغب فيها وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا ينبغي للإنسان يتزوج المرأة لمالها وجمالها فقط فإن ذلك مكروه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يتزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تزوجهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ولكن تزوجهن على الدين. ثم إن من قصد ترك النكاح تفرغ للعلم والعبادة تباعدا عن سوار الدنيا والعلائق وكان مع ذلك فاغر القلب عن الميل إلى النساء والركون إليهن فإنه لا بأس عليه في تركه ولا جناح فقد رأى ذلك وأخذ به جماعة من الصالحين السلف والخلف رحمه الله. وقد قيل لبعضهم ألا تزوج فقال قد أجزت أن تقوي من نفسي أفعاضم إليها نفسا ثانية. وقيل مثل ذلك لآخر منهم فقال لو قدرت على تطليق النفس لطلقتها. وقيل لبشر بن حارث رحمه الله تعالى
إن الناس يتكلمون فيك يقولون إنك تارك للسنة يريدون أن تزوج فقال قولوا لهم هو مشغول بالفريضة انتهى. قلت فينبغي لمن أراد تزويد أراد تزوج أن يتزوج بنية الاستعانة على الدين والآخرة، ومن ترك فينبغي أن يترك بنية التحفظ على الدين وإيثار جانب السلامة والاحتياط، ويكون في تزوجه وتركه على نية صالحة يصلح التقرب بها إلى الله. فأما من يعول في نكاحه وفي ترك النكاح على حدود الدنيا وأعراضها وبعيث الطبع والشهوة فهو بعيد من الصواب والتعثي بصالح السلف، والله موافق والمعين لا رب غيره. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم. الله الله يا الله 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 والصلاة على طه الشفيع المكرم. ربي سالك بسر الذات والاسم الأعظم والنبيين بل والرسل ممن تقدم. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم وأهل بيت النبي خص الفقيه المقدم وأهل بشار جمعا سلك تغفر وترحم. الله الله والصلاة على طه الشفيع يا سميع الدعاء يا من بالأحوال يعلم ارحم الكل من هذا البلاء الذي عام. الله 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 يا الله والصلاة على طه الشفيع ربي وامن بتوبة تمحو ما قد تقدم لا تؤاخذ بعظم الذنب فالعفو أعظم. الله الله يا الله 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 والصلاة على طه الشفيع المكرم اكشف الكرب واجل الشوش والهم والغام واطفي نار الفتن إن الفتن شرها عام.
الشفيع المكرم اكشف الكرب واجل الشوش والهم والغام وطفي نار الفتن إن الفتن شرها عام الله الله والصلاة على طه الشفيع المكرم واصلح القلب منا عنا نرجع ونندم نتبع سنة الهادي الحبيب المعظم الله 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 يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم تب علينا وبالحسنى لنا العمر يختم واجعل الفوز بالجنة صن من جهنم الله الله يا الله الله يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم والصلاة على طه الشفيع المكرم وآله والصحابة حبهم خير مغنم الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على طه الشفيع المكرم الفاتحة إلى روح القدس السيد علي بن محمد بن حسين الحبشي متع الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قد هب. يا ربي صل على محمد يا ربي
ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا جهد وأرحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق أعراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فاطراب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل معمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلنه بشرا كاملا يزيء الضلالا وهو من فوق علم ما قد رعته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان
انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقه النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تقرب الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات كلها، اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه، وتفيهوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تأسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت،
وخصصت به من خصصت، فكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراغم لهذه الحروف بأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت يلسن لا تفي بأشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأن تورب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين. وبقيت راية في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على المختار خير الوسائل. الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على خير الوسائل. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على المختار خير الوسائل. الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على المختار خير الوسائل. عود الله صفانا المار في ذي المنازل، في عوافي من المولى وفي أنس كامل. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على المختار خير عود الله صفانا المار في ذي المنازل، في عوافي من المولى وفي أنس كامل. الله الله يا الله، الله الله يا الله، والصلاة على المختار خير الوسائل. رب الأرباب قد ناداك بالباب سائل، لا ترده خلي واعطه
جميع المآمل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. وافتح الباب له يدخل مع خير داخل، يا الكريم الذي له جود غامر وشامل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. والذي ليس يضجر عند كثر المسائل، جد علي بالرضا والفتح يا رب عاجل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. ما حد منا نريد منها على حلى المناهل، والصفا لي مضى يرجع ونكفى الشواغل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. ننبسط به ومنا يرتعش كل ذابل، فننا قد توسلنا بخير الوسائل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. أشرف المرسلين أحمد ختام الرسائل، خير داعي إلى التقوى وبالحق قائل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. بهناك التواصل في البكار والأصائل، عبد حاز الفضائل كلها والفواضل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. له شمائل عظيمة ما كماها شمائل، ربي بلغه في الفردوس أعلى المنازل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. بلغه في الفردوس أعلى المنازل، وعليه الكل والعامل بما كان عامل. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار خير الوسائل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن لقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائل التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هداء الأسماء والأبصار.
وقد بلغ في أحاديث منشورة أن أول شيء خلق الله نوره في هذه السورة صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول المخلوق برز في العالم، ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج العبد الرزاق بسند عن جابر عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبيه وأمه أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في خلقي وآخره في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول خلقه وجودا وأشرفه المولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد علم القديم إلا من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي في المخافه الآمنة السيدة الكريمة الآمنة، فتلقه من صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أشياؤها بمعاناة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا، حتى مرجحه بعد شهر من حمله. وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصبي. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملا في ذلك الآم إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدوح صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور وبرز الحامد المحمود مذنا لله بتعظيمه والسجود صلى الله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أمل ولأهل الكون والسن يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام الله عليك. فضربوا يا حلال مثاني فحذر اليوم لغرد واستدعوا بجمال يا رسول الله بقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا عطاء يا رسول الله جمع الفقر المحبب يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل عي يا حصره العال مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود وصلافة المرحبا المصطفى الحادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك النبي نصد وبجرحي يا إلهي جد وبلغ كل مقصود يا نبي عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحدينا نهج سبيلك به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه بجواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله حيث أشرف راسل محمد وعلى وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على
وصل عليه وسلم مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatis jamaah pendidikan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni prosesi akad nikah antara dua hamba Allah, cucu daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita haturkan bagi junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kitab Gustinya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah nikah rahimakumullah. Hari ini Kamis 18 Mei 2023 bersamaan 28 Syawal 1444 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara kita As-Sayyid Muhammad Suhail bin Abu Bakar Helmi Barakbah dengan seorang wanita bernama Syarifah Kharijah binti Al-Habib Hud Umar Asgab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab saudara kandungnya, kakak kandung daripada calon mempelai wanita yang telah mendapatkan izin daripada calon mempelai wanita. Adapun saksi yang pertama Al-Habib Umar Asgab ya, dan saksi yang kedua Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kab. Adapun mahar Khatim bin Azab. Mana? Udah. Sudah. Alhamdulillah. Mari kita ikuti rangkaian prosesi kabul yang mana akan diawali bacaan suratul Fatihah, dilanjutkan khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Syahab. Wa alaihi betul masykur. Sallu ala Rasulillah. Al-Fatih biniyatil qabul wa tamam nusul. Barak Allah taala طول أعمارهما وكسر أجرهما واجعل لهما صالحين. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فاجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاه وأوعد العذاب الأليم عليه، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى آمرا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا أن له من العز والكرامة: تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أنه من الشهوات واقي: إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنسب الباقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء. قولوا جميعا: بسم الله بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. قولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب نستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها وفي الزكاة نستغفر الله من ظلم العباد نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام قولوا قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أستغفر الله وأتوب إليه. يا محمد سهيل
Ya Muhammad Suhail bin Abu Bakar Helmi bin Abu Bakar Helmi Barakbah Uzawwijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan ya Muhammad Suhail bin Abu Bakar Helmi bin Ali Barakbah zawwajtuka makhtubataka ukhti Sharifah Khadijah binti Hud bin Umar bin Syekh As-Sagaf bimahar khatim min al-dhahab هذا نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور يا محمد سهيل بن أبو بكر حلمي بن علي باركبة أنكحتك مخطوبتك أختي المذكورة بالمهر المذكور قبلت نكاحها بالمهر المذكور يا محمد سهيل بن أبو بكر حلمي بن علي باركبة زوجتك وأنكحتك مخطوبتك أختي الشريفة خديجة بنت هود بن عمر بن شيخ السقاف الآذنة لي في تزويجها ونكاحها منك بمهر خاتم الذهبي هذا نقدا قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور بارك الله لك بارك عليك جمع بينكما في خير آمين صلوا على النبي محمد آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت وتباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك لنا اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا كذا اللهم بارك العروسين اللهم ارزقهما رزقا طيبا واسعا هنيئا واستعملهما صالحا اللهم ارزقهما ولدا صالحا مطيعا لله ولرسوله ولأبويه اللهم ألف بينهما كما ألف بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفيع لا أن له شرفا على مجده وسماه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مغهولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرف عند الله عيد القدرة
ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أو أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأوجعته فلم أنشد أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسبر ذلك عني ثم آودني الرعب وظلمة وقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عديم المعجزات وباخر الآيات البينات بما يقضي بعديم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل إن ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم صلوات والتسليم على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضاعه المرضعات وتوفرت رغباتها للوجود في حضانة هذه الذات. فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لحظت عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها نزل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور. فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين. فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة. فأجابت بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها. فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوظة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات. فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان. وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان. وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين وتنتشر أسراره في الكونين
حتى وجادوا الملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركات الأنام وهو يرعى الأغنام، فأرجعوا على الأرض إرجاع التشريف وشقوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوا وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوا. وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوا طهرا على طهر، وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تغشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه، فردته إلى أمي وهي خير سخية بفراقه، ولكن لما قام معه من حسن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ونشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، صلى الله عليه. يحفه من الله جميل الرعاية يدي وغامر الألطاف، صلى الله عليه. فكان يشب في اليوم شباب الصبي بالشهر، ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر عليه. ولم يزل وأنجم الصعود طالعة، صلى الله عليه. والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة، فما نفذ على مريض إلا شفاه الله. آمين آمين. ولا توجه في غيث إلا وأنزله مولاه، صلى الله عليه. حتى بلغ من العمر أشده، صلى الله عليه. ومضت له من سن الشباب والكهولة مدة، فجاءته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده، صلى الله فنفذ فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين، فتلا عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الحكم قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صلى الله عليه. فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حضرة الامتنان إلى هذا الإنسان، وأيدتها ببشارة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صلى الله عليه. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود في هذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه.
ثم إنه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل أعباء الدعوة والتبليغ فدعا الخلق إلى الله على بصيرة فأجابه بالإذعان من كانت له بصيرة منيرة وهي إجابة سبقت بها الأقضية الأول أكدار تشرف بالسابق إليها المهاجرون والأنصار وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين وقبت بشدة بأسهم قلوب الكافرين والملحدين فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات فمنها تكثير القليل وبروء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات ومع ظهورها وانتشارها سعد بها الصادقون من المؤمنين وسقي بها المكذبون من الكافرين والمنافقين وتلقاها بالتصديق والتسليم كل ذي قلب سليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسول معراجه إلى حضرة الله البر الوصول وظهور آيات الله الباهرة بذلك المعراج وتشرب السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك الصراط فقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الأمين جبريل إلى حضرة الملك الجليل مع التشريف والتبجيل وما من سماع ولجها إلا وبادره أهلها بالترحيب والتكريم والتهيل وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشرف منزلته لديه حتى جاوز السبع الطباق ووصل إلى حضرة الإطلاق نازلته من الحضرة الإلهية غوامر النفحات الغربية ووجحته بالتحيات وأكرمته بجزيل العطيات وأولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد أن أثنى على تلك الحضرة بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات ويا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمن
وسوابغ الفيوضات بأيدي الهدوء والإخبات رتب تثبت الأماني حصرا دونها ما وراءه أقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل واتصل من علمها بما اتصل فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان وأولده من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حمله الثقلان وتلك مواهب لا يجسر القلم على شرح حقائقها ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين فهنيئا للحضرة المحمدية ما وجهها من عطاياها الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماء بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب حركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايته خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على رتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صارات حسنة بدرية ولقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوبرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسن وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نظر من المعارف والعلوم نفائز الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصالح البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثال سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء
رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أوزناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أحدثنا للبدر عند تمامه لم يخسف وعلى تفنن واصفه بوصفه يبنى الزمان وفيه ما لم يوصف وما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيك عن كتابته بطون الأوراق صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه له إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائض الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية صلى الله عليه كما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه صلى الله عليه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بإنانه صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم وعليه أفضل الصلاة والتسليم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا أستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. آمين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة. آمين الله. وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة. آمين. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين. آمين. سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. آمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة. آمين. مستودعي أمانتك. آمين. وحفيظ سرك. آمين. وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر. آمين. المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر. آمين. في كل موطن من موادن الغرب ومدهر. آمين. قاسم إمدادك في عبادك مساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. آمين. سيد الكونين. آمين. وأشرف الثقلين. العبد المحبوب الخالص. آمين الله. المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. آمين. وأهل حضرة اقترابه به من أخبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم. آمين. ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. آمين. أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا. آمين. وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا. آمين. تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تغرمنا. آمين. وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين. آمين. وتوجهنا به إليك مستشفين. آمين. أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهر
وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا آمين وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورا آمين واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين آمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا في الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سيدنا محمد وأجنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم يسبحان الله تحية بها سلام وأهلا الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib hadirin rahimakumullah. Ada satu permintaan suratul Fatihah atas kelahiran seorang putri dari guru kita bersama Sayyid Al-Ustaz Hamid bin Madun bin Smith. Beliau mendapatkan karunia dari Allah seorang putri yang dinamakan dengan Zahra Adibah binti Hamid bin Smith. Bayi belum bisa memungkinkan untuk dibawa ke ini tempat, tapi beliau berharap keberkahan di majlis dia dapatkan dari putri beliau. Minta izin habaib. Al-Fatihah bismil mubarakah Syarifah Zahra Adibah binti Sayyid Hamid bin Madun bin Smith. Allah ja'alha bin Ahmad bin Smith. Allah ja'alha bintul mubarakah taqiyah alimah salihah mubarakah bari awwaiha. Allah karam alaiha birizqin salihan rizqan halalan tayyib mubarakah wa rizqha nazara khassa ila khassa wa naqsam min Allah subhanahu wa ta'ala muwaffiqin bi kulli khairan mahfuzun bi kulli mudarrad. Allah hadini kun salihah wa man wabu aba'ana safana salihun ila tasmi banati wa abna'ihim. Allah dakal niyatin fi niyatihim wa amal fi amlah halakal mahrum alladhi kun salihah jalibatan li kulli khair dafatan kulli shar wa ila hadratin nabi. Fatihah. الرحمن الرحيم يا مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة فاتحة ياسين وتهليل للحبيب علوي بن شيخ بن أحمد بن جعفر. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يفتحون عنا آمين 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 ويفقهنا في الدين ويحسن في الدين والتأويل ويهدينا إلى السبيل وحسن الخاتمة. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة
على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. إن الله الغفور الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبينا من قبلي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق على نحيا وعلى نموت وعلى نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله وبحمده،
سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من هو الله أحد والمعوذتين من اجتمعنا هنا بسببه المغفور الحي القيوم الحبيب علوي بن شيب بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الله السقاف أن الله يغفر له ورحمه ويستر رحمة والدينا والخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة آثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ صلة ولا نوم له السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حي الدائم البقاء الحاكم وخلل بالفناء محيي الموتى ومثل الأحياء. أحمد على ما صرف من القضاء وأشكر على ما أزلف من النعماء وضعف من الآلاء وصرف من العواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء شهادة أحيا بها محسنا وأموت عليها مؤمنا وأبعث بها آمنا وأدخل بها الجنة مع من كان فيها من الموحدين ساكنا. وأشهد أن محمد عبده ورسوله خاتم الأنبياء والسيد الأصفياء صلى الله عليه وعلى آله الأتقياء وعلى صحابة وسائر الأولياء صلاة دائما بلا انتهاء باقية من لها انقضاء. اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا له من الإسلام وعلمتنا له من الأحكام حتى جعلتنا ممن يهدي بيديك ويدين بدينك ويتبع سنة نبيك ويتمن تلاوة وحيك ويتشرف بكريم خطابك ويطالع حكمتك الذي أنزلت على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المؤتمن على أنبائك فجعلته شفيعا للمؤمنين وهدى للعالمين ورحمة للمصدقين وعصمة للموقنين. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بوعيده ووعيده ويتلذذ بعاده وترديده ويقرأ بالترتيل وتجويده ولا يتعدى حد من حدوده ويعتصم به من الشيطان وجنوده ويبلغ به من رضاك إلى مقصوده. اللهم وتجاوز عنا ما قصرنا فيه من تلاوة ما رتلناها وقراءة ما تعملناها وحمل له على غير طهارة أحملناها وعمل ندتنا إلى العمل فيه فما عملناها. واغفر اللهم لنا بحرمة كل سر ارتكبناها أسررناها أو أعلناها وتجاوز عنا بحق كل خطيئة أخطأناها. اللهم اجعلنا ممن سعد فيه فكان له حجة ولا تجعلنا ممن شقي فيه فعميت عليه محجة. اللهم وما تفضلت به علينا في هذا الساعة الذي جمعتنا فيها قدرتك وألفنا فيها مشيئتك على تلاوة وحيك وقراءة كتابك من دعوة صالحة استجبتها أو قراءة تقبلتها أو بركة أنزلتها أو مغفرة أنعمت بها أو رحمة تفضلت بها فنسألك الله أن تجعل ذلك تحفة منا هدية عنا وصيلة منا إلى سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأزواج رسول الله طاهرة عامة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء والحمزة العباس والحسن والحسين علي زين العابدين محمد الباقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أوريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا نسان النجيب أحمد المهاجر الله أحمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلق قاسم سيدنا محمد صاحب المنبات وأصولهم وفروعهم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم والحبيب عم الفقيه وسيدنا حبيب علوي غيره من الفقيه المقدم وحبيب علي بن علي صاحب الدرك إمام محمد مولد دويله سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام شرف محمد السقاب وشاه محمد مخضار سكران أحمد سكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر الدوشي بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب
والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن الله باروس كتب ابن عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم كتب شيخ ابن الجيلاني شيخ أحمد البداوي شيخ أحمد الرفاعي شيخ إبراهيم السكي أبي حسن الشذيري وقال الشيخ محمد البوصيري صاحب برده حبيب الشيطان شيخ أحمد التجاني شيخ سنين بن حبيب حرب حبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم وجد عبد الله السقاب وأولاد عبد القادر الحبيب أحمد عبد الرحمن بن الله السقاب والحبيب شيخ بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الله السقاب والحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد الله السقاب والحبيب أحمد بن جعفر بن أحمد بن الله السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عمر السقاب صافي حبيب حامد عمر حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولا العرش حبيب أحمد محمد مولا شيب يوسف بن عبد الحسني حبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه أحمد بن أمان بسميد والحبيب حسن من صلاح البحر عبد الحبشي عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين من طاهر أبي بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سنة الحبشي والحبيب عبد الله الحبيب محمد حبيب أحمد حبيب علوي بن علي محمد بن حسين الحبشي والحبيب محمد بن هادي السقاب وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن الله الشعب حبيب محمد المخضار ومن تارم وأحلام من زنبل سادتنا علويين والحبيب حسين بن أبي بكر عبد الله محسن العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد طه حداد حبيب علوي الحبيب حسين محمد طه حداد والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد القادر بن علوي السقاب من توبا والتسعة رحمة الله على الفير شيخ بن محمد الفقيه الحبيب علي صافي والحبيب محمد بن إدريس الحبيب محمد بن محمد مخضار والحبيب هو بن عبد الله السقاب ولسيدنا الحبيب جعفر السقاب حبيب علي بن السقاب والحبيب علي بن عبد الله الحداد ولسيدنا الحبيب السقاب شيخ علي بن الكتب إمام حبيب بكر السقاب حبيب علي بن مشير السقاب والحبيب صالح بن سنة حمزة هذا الحامي عبد القادر الفقيه حبيب عبد الله بن الفقيه حبيب محمد بن سن بعبود ولسيدنا الحبيب حسن بن الحبيب أحمد محمد الحداد محسن العطاس الحبيب علي بن سن العطاس والحبيب سالم جلال الحبيب سالم الحبيب علي بن الرحمن الحبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب سالم بن طه ولسيدنا الحبيب عثمان بن عثمان الحبيب حسن بن عثمان الأليدوس الحبيب عبد الرحمن المصطفى المزمين ولسيدنا الحبيب حسين بن أحمد براكبار ولسيدنا الحبيب من طنشاطه ولسيدنا الحبيب حامد عبد الرحمن السقاب ولسيدنا الحبيب حامد بن علي بن الله حداد وأخونا حبيب حامد ذرة الحبيب حامد والحبيب عبد الله بن سالم الكاب شيخ بن محمد بن شهاب حبيب عبد الله بن شهاب والحبيب حامد بن عمر بن شهاب ولسيدنا الحبيب عبد الرحمن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حسن عبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن أحمد الكاب وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن كاب بن شهاب عبد الحسين والحبيب علي بن حسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب أبو بكر بن أحمد بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب الشعب صامل الفهم بن شهاب الحامد ولسيدنا الحبيب عبد القادر الحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب جد الحبيب علي بن شهاب بن حماد بن جعفر بن السقاب وحبابة ركن بن محمد النوار السادة عبد الرحمن محمد أبو بكر الدوسي حسن وأحمد وعلي وعبد الله حسين عبد الحبيب علي بن السقاب وشرائب حبابة شيخ وفاطمة ونور وعائشة شيخ بن الحبيب علي بن السقاب والحبيب محمد بن عمر بن الخيلة ثم إلى من اجتمعنا أخونا بسببه المغفور حي القيوم الجد الحبيب علوي بن شيب بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن عبد الله السقاب وهديتنا لرتم عليه اللهم ادخل عليه رحمة من يديك توسع بها مدخله وتنل بها منزله وتبلغ بها من رضاك أكمله وتنل بها من ثوابك أزله واغفر اللهم لنا وله اللهم إنه أمسى فقيرا إليك نازلا من فنائك متعلقا بحب رجائك متعلقا عن أهلها وحبابه ومغفارقا لإخوان أطرابه ملتحفا لأطراد ترابه راجيا لمن يحق له من ثوابه مشفقا ممن يحق له من ثواب من عقابه قد سمح به إليك عشها وجاد بالأرضنا وتخلى عنه أخلا وفرق الأحباء وتبرأهم منه أولياء وأنت أرحم به من أحبابه وعنوا عليه من أوليائه وعطفوا عليه من أخلاه وأرفقوا به من آبائه وأبنائه اللهم فرحهم رحمة تهديها إليه واغفر له مغفرة تمن بها عليه واجعل قراءتنا نورا له يسعى بين يديه اللهم اجعل القرآن العظيم أمنا له يوم الفزع وعونا له على أهل المطلع وزلفى له إليك عند المرتجع يوم يأتيك واحدا فريدا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا واخلف اللهم في أهلي وأهل مودة فقال الصالح تجمع به شتاتهم وتديم به على الصلاة ثباتهم وترحم بأحياءهم وأمواتهم وتجبر به ما صدع من قلوبهم بفقده وتدفئ به ما اضطرم من أعشائهم بوجده وتعصمهم بالصبر الجميل من بعده
Allahumma inna natawassal ilaik, Allahumma inna natashaffa ilaik bi'auji syufa'a ilaik wa a'adha min anfusina bihaqqi alaik bihaqqi nabiy at-tahir az-zaki sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabil ahlal bait alladhi adhabta amhum rijza wa tahhartahum تضحيرا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مجللا سحا طبقا عاما دائما اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تحرم كافة الحاضرين في هذا المقام ميزان إحسانك واقسم لنا ولهم نصيبا من لطائم امتنانك وتغمدنا وإياهم بوفرك وغفرانك ومن علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين بمغفرة وإذوانك واجعلنا يا رب من المفلحين المنجحين الفائزين البارين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب المنتجبين وسلم عليه وعلى أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله امين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala alaih wa nashkuruhu li na'maih wa nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'ih wa ala alihi wa sahbihi wa atqiyaih. Ma'asyiral habaib wal asatid wal aba wal ikhwan wal mustami'in mayamin. Ahlan wa sahlan wa marhaba بقدومكم وحضوركم على هذه حفلة الحول الحبيب علوي بن شيخ السقاف وبالخصوص جميع الحبائب الحبيب علي بن حميد والحبيب صوقي بن عبد الله الكاف وجميع الحبائب الذي لم نستطع أن نذكر أسماءهم وكذلك وجميع الضيوف الذي جاءوا min Jakarta, min Semarang, min Kalimantan, wa min Malang, wa jami' dhuyub. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat kita dengan kehadiran antum dan insyaallah berkah daripada sahibul hal Habib Alwi bin Syekh Asgab. Semua langkah kaki kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan juga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral habaib, acara demi acara telah kita lalui tadi pagi. Setelah kami sholat subuh berjamaah di Mushola Segaf, dilanjutkan dengan pembacaan Wirdul Latif, lalu dilanjutkan dengan ziarah ke Turbah Habib Alwi bin Syekh Segaf dan ke Turbah Habib Hamid bin Ali bin Alwi bin Abdullah Al-Haddad. Dan lalu dilanjutkan jam 9 tadi dengan acara Qiraatu Kutubus Salaf. Kita membaca kitab-kitab salaf dan salah satunya adalah Manaqib Al-Habib Ali bin Abdullah As-Segaf daripada kakek datuk daripada Habib Alwi bin Syekh Segaf. Dan juga tadi kita membaca kitab Ihya Ulumuddin sebagai pembuka majelis Ihya Ulumuddin di Mushola Habib Alwi bin Syekh Segaf di setiap paginya dan juga Kutubus Salaf yang lainnya. Dan dilanjutkan tadi juga dengan pembacaan Maulid Al-Habsyi Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian ada akad nikah dari salah satu cucu daripada Habib Ali bin Syekh Segaf daripada bin
Amina almarhum Hud bin Umar bin Syekh bin Alwi bin Syekh As-Segaf. Kemudian tadi telah juga dibacakan tahlil Yasin untuk kita khususkan kepada Sahibul Hal Habib Alwi bin Syekh As-Segaf. Dan juga lupa kami sampaikan sudah 3 malam Khatmul Quran diadakan di Bait Habib Alwi bin As-Segaf ini 3 malam berturut-turut dari malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis. Dan hari ini haul beliau dengan kita bacakan acara demi acara tadi, dan kami mohon kesabaran sejenak. Tidak lengkap rasanya kalau kita berkumpul tanpa mendapatkan oleh-oleh. Kalau zahir insya Allah nanti ada oleh-olehnya. Nah, ini oleh-oleh batin. Insya Allah mari kita sama-sama dengarkan Mau'idatul Hasanah daripada salah satu alumni Ribat Tarim dan juga alumni Ribat Al-Muhibbin, Habib Umar Abdul Azim bin Abdul Rahman bin Syahab. Dan beliau mohon izin juga Habib Umar Abdul Azim bin Syahab, beliau tidak bisa hadir, dan kirim salam buat antum semua yang hadir, dan mohon selalu didoakan beliau agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama dengarkan daripada akhina Al-Ustaz Muhammad Rizki bin Sagaf Al-Habsyi. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa wa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, betapa cinta Allah kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita menjadi orang-orang yang insya Allah dikenal oleh Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf. Di tengah-tengah kita saat ini bersama kita banyak para tetua kita, orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang yakin kita pada malam harinya mereka hidupkan dalam berqiyamul lail, dalam bertilawatul Quran, mendoakan kita anak-anak mereka yang masih muda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur-umur mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka semua kesehatan, keimanan yang kuat kepada Allah untuk bekal nanti di hari akhir kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak bisa kita pungkiri beberapa saat tadi kita duduk di sini hingga saat ini kita merasa seakan-akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melupakan hiruk pikuk dan segala hal yang membuat kita penat dari perkara dunia yang ada selama ini. Saat ini kita hanya ingat Allah, ingat para aulianya Allah, ingat pada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hadirin, kita merasakan seakan-akan berada di surga, karena ini adalah tempat tanazzulatir rahmah, tempat turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika mereka orang-orang soleh disebut, Allah menghujani tempat tersebut dengan kasih sayang dan rahmatnya. Hadirin rahimakumullah,
Al-Habib Alwi bin Syekh As-Saggaf bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Abdullah As-Saggaf. Beliau adalah cucu seorang wali yang sangat besar sekali. Lahu madharun azim, memiliki magam yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah murid daripada Al-Imamul Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Bahkan beliau termasuk di antara santri-santri Al-Imamul Haddad yang paling beliau sayangi, termasuk Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Hingga suatu hari Al-Imamul Haddad mengatakan, wahai engkau Ali dan engkau wahai Ahmad bin Zain, kalian berdua tak akan pernah luput dari pandangan kedua bola mataku. Kapanpun aku akan senantiasa memperhatikan kalian di dunia dan juga di akhirat kelak. Al-Imamul Haddad bukan orang biasa, dan beliau adalah murid Al-Imamul Haddad, bahkan termasuk murid Al-Imamul Haddad yang paling Al-Imamul Haddad sayangi. Hadirin rahimakumullah. Suatu hari Al-Imamul Haddad memerintahkan beliau untuk belajar ke India, mencari saudara fillahnya Al-Imamul Haddad, yang mana memang pernah Al-Imamul Haddad membuat akad ukhuwah fillah dengan seorang wali yang sangat hebat yang bernama Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, yang akhirnya kemudian berpindah ke Hindia. Akhirnya Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf diperintahkan oleh Al-Imamul Haddad untuk engkau ke India wahai Ali, agar engkau mendapatkan didikan yang hebat dari saudaraku fillah di sana. Akhirnya beliau pun datang ke sana. Ketika itu, atau ketika beliau sedang belajar di negeri India, subhanallah, beliau mendapatkan ikhtibar min syekhuh. Beliau mendapatkan ujian yang berat dari gurunya. Beliau datang dari jauh Hadramut ke India. Tapi subhanallah, setiap kali atau hampir sering kali beliau ketika mau duduk di halakoh diusir oleh gurunya. Wahai Ali, engkau keluar. Kenapa engkau duduk di dalam sini? Keluar, duduk di luar engkau. Dengarkan ajaran-ajaranku dari luar rumah ini. Itu berulang kali beliau alami, tidak sedikit pun ngomel, tidak sedikit pun berkecil hati atau ngambek pulang lagi ke Hadramut. La hadirin, tetap aku mau berguru, aku mau ilmu, aku mau sir, aku ingin dekat dengan para aulia hingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, suatu hari beliau datang ingin belajar. Ketika itu sang guru Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus sedang menjamu para tamunya. Makanan mewah semua dihidangkan. Beliau dengan pakaian yang baru berwarna putih, karena tahu sang guru menjamu tamu, memantaskan diri. Mau masuk, akhirnya apa kata sang guru? Ya Ali ukhrud mahallak barro. Wahai Ali, engkau di luar. Tempatmu tetap di luar hari ini wahai Ali. Beliau menunggu di bawah tangga dengan penuh takhasyu, tadarru, tadallul baina yadi syekh. Wa subhanallah, akhirnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus memanggil khodimnya, ta'al, ini air bekas kobokan tangan para hadirin yang ada, engkau lempar keluar, siram ke muridku Ali. Pakaian yang baru semuanya kotor karena air kobokan tangan bekas mereka makan. Wah subhanallah, beliau tidak mengomel sedikit pun dan tidak pulang ke rumah. Beliau buka pakaian beliau jemurkan, hanya berpakaian bagian dalam saja, tetap bersabar. Akhirnya sang guru melihat, wahai Ali, ta'al, sini wahai Ali, saat ini engkau lulus. Mulai detik ini hingga nanti engkau harus senantiasa masuk ke dalam pelajaranku, duduk di halakoh di sampingku khusus untuk engkau wahai Ali. Wah subhanallah, hingga beliau mendapatkan sir daripada sang guru, pulang ke Hadramut, lanjut lagi belajar kepada Al-Imamul Haddad. Sudah belajar jauh, sudah alim, tidak bilang saya cukup belajarnya, tidak. Tetap belajar lagi kepada gurunya yang awal, Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu. Wa subhanallah, Al-Imamul Haddad melarang para muridnya untuk datang dengan membawa kendaraan. Kalian datang ke majelisku jangan membawa kendaraan. Karena Al-Imamul Haddad ingin mereka itu punya ketadzallul, punya ketawaduan. Kecuali satu orang saja yang beliau perkenankan untuk menaiki kendaraannya. Siapa itu? Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf. Biarkan Abdullah dengan kendaraannya.
Biarkan Abdullah datang dengan kudanya, biarkan. Karena pada sejatinya, kata Al-Imamul Haddad, walaupun beliau jasadnya di atas kuda, tapi tetap hatinya datang kepadaku dalam keadaan merangkak di atas kedua lututnya. Subhanallah, hadza huwar rijal. Sampai pada akhirnya beliau menjadi orang yang sangat tersohor, orang yang sangat banyak ilmunya, majelisnya di mana-mana. Pada akhirnya beliau menikah. Ketika menikah beliau hidup susah. Akhirnya ketika bertanya kepada istri, wahai istriku, adakah makanan untuk dimakan di hari ini? Beliau bilang, atau istrinya bilang, tidak ada. Hari ini kita tidak ada apa-apa untuk dimakan, wahai suamiku. Akhirnya beliau bilang apa? Oh, kalau begitu ya alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alladzi syabbahana bi ahwalil anbiya. Karena Allah sudah menyerupakan keadaan hidup kita dengan kehidupan para anbiya. Ayo kita ke masjidnya Syekhul Sultanah, kita berqiyamul lail sampai subuh malam ini. Sebagai bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallah, pada akhirnya ta'ti ilaihi dunya raghibah wa mutadhallilah. Dunia datang kepada beliau dalam keadaan hina, dina, dan tidak bisa melakukan apapun di hadapan beliau. Hingga semua harta yang ada beliau gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf gemar membaca Al-Quranul Karim. Ketika umur beliau 80 tahun, subhanallah, masih beliau sering melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. 1 rakaat beliau baca 1 juz lebih Al-Quranul Karim. Itulah para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, kakek daripada sahibul haul. Maka tidak heran jikalau Al-Habib Alwi bin Syekh As-Saggaf menjadi rijal, bal min akabirihim, menjadi wali yang sangat hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beliau punya cucu. Al-Habib Ali bin Abdullah As-Saggaf memiliki cucu yang bernama Al-Habib Ahmad bin Ja'far As-Saggaf, termasuk wali yang hebat di kota Sewun pada zamannya. Beliau seringkali menghadiri majelis Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau datang ketika itu dalam keadaan sudah sangat tua renta, dengan tongkatnya, dipimpin oleh sang cucu. Siapa itu? Al-Habib Alwi bin Syekh As-Saggaf. Dari kecil Al-Habib Alwi sudah berbakti kepada kakeknya. Dari kecil Al-Habib Alwi sudah suka hadir ke majelisnya sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Hadirin rahimakumullah, maka Al-Habib Alwi bin Syekh As-Saggaf adalah orang yang memanglah keturunan orang-orang yang hebat. Maka dari itu, apa yang kita dengar saat ini daripada riwayat atau kisah singkat para aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan bisa membersihkan hati kita yang kotor, bisa mengubah akhlak kita sehingga menjadi lebih baik lagi, bisa menimbulkan ke dalam hati kita keinginan untuk menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua akan ada pada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada beberapa fakta yang cukup menyedihkan. Ada beberapa fakta yang cukup menyedihkan. Yang pertama, sepertinya kita lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Buktinya kita lebih gemar dan lebih girang ketika mendapatkan uang besar ketimbang kita berhasil menghatamkan Al-Quranul Karim. Fakta kedua, tidak lama lagi kita akan mati, hadirin. Tidak lama lagi kita akan mati, berpindah ke negeri akhirat. Dan yang akan berguna bagi kita adalah amal soleh kita, bukan dunia yang selama ini ada bersama kita. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, wal'iyadzubillah, jangan sampai ini terjadi. Ketika nanti malaikat mau datang untuk mencabut nyawa kita, maka kita baru akan tersadar bahwa dunia yang selama ini kita kejar, dunia yang selama ini kita cintai, tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada gunanya saat itu sama sekali. Tidak bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah. Tidak bisa membuat kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dunia, hadirin. Namun sudah terlanjur
Namun sudah terlanjur terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk memikirkan dunia. Sudah terlalu banyak waktu yang kita habiskan untuk mengejar dunia yang hina. Ketika itu kita baru akan menyadari bahwa dunia ini tidak ubah seperti batu biasa yang berlumur kotoran dari comberan. Namun penyesalan tidak ada gunanya di waktu itu. Hadirin rahimakumullah. Para aulia adalah teladannya kita. Mari kita ikuti aulia. Bagaimana mereka bermuamalah dengan dunia, kita ikuti mereka. Insya Allah kita selamat dan akan bisa hidup bersama mereka di akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. Mungkin kita kadang-kadang bangga, alhamdulillah Allah menjadikan aku bagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Namun di hatinya tetap dunia lebih dicintai daripada Nabi Muhammad. Abu Umamah Al-Bahili di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, syaitan datang kepada raja mereka yang bernama Iblis. Wahai raja kami, wahai Iblis, Nabi terhebat sudah diutus saat ini. Bagaimana kita untuk mengelabui umat manusia? Kemudian Iblis berkata, hal yuhibbuna dunia. Apakah mereka masih cinta dengan dunia? Naam, mereka masih cinta dengan dunia. La ubali bihadan nabi. Aku tidak peduli dengan nabi yang ada, karena umatnya masih cinta kepada dunia. Mereka akan tinggalkan nabi mereka, dan mereka akan lebih condong kepada dunia. Wa hadza manba'u kulli syurur. Dan ini adalah sumber daripada segala keburukan yang ada. Hadirin rahimakumullah. Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf adalah seorang wali yang besar. Dan pernah dikisahkan pada zaman dahulu kala ada seorang anak yang usianya baru sekitar 10 atau 11 tahun. Diajak oleh orang tuanya berlayar ke negeri yang jauh, jauh sekali. Dengan kapal layar mereka berjalan dalam masa berbulan-bulan. Subhanallah, pada akhirnya Allah takdirkan sang ayah wafat di jalan. Wafat di tengah laut luas. Sang anak hidup sebatang kara. Wah subhanallah, sampai di negeri tersebut beliau pun terkena penyakit kolera. Sampai pada akhirnya beliau diasingkan ke negeri Bangka. Ketika itulah bertemu dengan sebagian sanak ataupun familinya. Akhirnya beliau mendapatkan kerja. Akhirnya beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wali yang soleh, yang kaya. Dijadikan pekerja sampai pada akhirnya dijadikan menantu oleh beliau. Siapa itu? Itu adalah Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf yang sedang kita peringati masa hidupnya saat ini. Al-Habib Alwi seorang diri datang membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurut logika tidak ada orang seperti itu bisa hidup dengan baik. Namun subhanallah, beliau adalah tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ukarlil lukum thaniyan, bahwasannya Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf adalah salah satu tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah implementasi dan bukti daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang, baik laki-laki baik perempuan, yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beramal soleh, maka sungguh dan pasti, kata Allah, sungguh dan pasti, dua huruf taukid sekaligus, sungguh dan pasti kami akan berikan kepada orang tersebut kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Tiga tafsiran daripada Al-Hayatut Thayyibah dinyatakan. Yang pertama pendapat Al-Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan Al-Hayatut Thayyibah hiya sa'adah. Kehidupan yang indah adalah hidup yang penuh bahagia. Al-Imamul Mawardi mengatakan Al-Hayatut Thayyibah hiyal afiyah wal kifayah war ridha bi qada'illah. Harta yang cukup, tubuh yang afiat dan sehat, dan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan Al-Hayatut Thayyibah hiya halawatut ta'ah. Al-Hayah At-Thayyibah, kehidupan yang indah yang selama ini kita adalah para pemburunya. Yang selama ini kita ingin hidup lemah, ingin hidup mewah, ingin mati masuk ke dalam surga. Zak hiyal hayatut thayyibah. Itulah al hayatut thayyibah. Syekh Abu Bakar Al-Warraq mengatakan
kehidupan yang indah adalah halawatut ta'ah, manisnya ketika beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaka ghayatul amal. Itulah harapan kita yang paling tinggi, karena dengan hal tersebut kita akan merasakan manisnya surga sebelum kita masuk ke dalam surga tersebut. Hadirin rahimakumullah, di akhir-akhir kita mau mengingatkan bahwa mereka, para salaf kita, orang-orang yang hebat, banyak di antara mereka, dan Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf adalah pelopornya, yang meninggalkan kita dengan hasanatul dunia dan hasanatul akhirah, dengan kebaikan duniawi dan kebaikan ukhrawi. Mereka fikirkan bagaimana nanti agama kita, sehingga mereka bangun musola-musola agar kita bisa beribadah dengan tenang dan mempelajari tilawatul Quran dan lain sebagainya. Dan mereka siapkan kehidupan dunia juga untuk kita. Bahasa Palembangnya, komplek Asegaf ini tidak kata duanya. Komplek Asegaf ini tidak kata duanya. Kebaikan siapa ini? Al-Habib Alwi bin Syekh. Setelah beliau berupaya meninggalkan segala apa yang ada, kira-kira apa balas budi kita untuk mereka? Jangan sampai wal'iyadzubillah, orang tua kita yang sudah mendahului kita dan meninggalkan dunia mereka untuk kita, gara-gara dunia yang ditinggalkan malah membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nyesel ngapo ninggalkan harta buat anak cucu. Mereka menyesal kenapa meninggalkan dunia buat anak dan cucunya. Hadirin rahimakumullah, Allah fihim. Marilah kita banggakan, kita bahagiakan mereka. Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf luar biasa, dan begitulah para salaf yang memang senantiasa menjadikan dunia seperti sepatu, alas kaki ditaruh di bawah kaki, diinjak-injak untuk mengamankan kaki dan sekujur tubuhnya dari kotoran dunia yang ada, ditaruh di bawah kaki, dihinakan. Itulah para aulia, bukan malah dijunjung tinggi di atas kepala. Orang paling bodoh yang menjadikan sandal di atas kepalanya, karena badannya akan kotor dengan kotoran yang ada di sandal tersebut. Hadirin rahimakumullah, dunia lebih hina dari itu. Maka jangan pernah letakkan di dalam hati, karena hati adalah mahallu nadharir rahman. Letakkan di bawah kaki. Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf, harta berlimpah beliau gunakan untuk bersedekah. Beliau karim, beliau cinta dengan Al-Quran. Dunia di kanan kiri, depan belakang, atas dan bawah, namun tilawatul Quran beliau luar biasa. Satu hari minimal beliau baca 10 juz, 3 hari khatam. Di dalam situ ada ruangan khusus, ada kursi khusus tempat hatamnya. Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf kalau ngaji hatam di situ. Sampai saat ini masih ada bukti yang nanti di akhirat akan mengucapkan bahwa Al-Habib Alwi bin Syekh adalah orang yang cinta dengan Al-Quranul Karim. Maka kita anak cucu beliau, kita para pecinta beliau harus ikut apa yang beliau terapkan dalam kehidupan beliau. Sampai pada akhirnya Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf 73 tahun lalu kurang lebih, dalam keadaan sakit tetap mau ngaji, tetap mau membaca Al-Quranul Karim. Mau duduk tidak bisa, mau membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan berbaring takut qalil adab. Hingga beliau panggil kedua cucunya Al-Habib Umar bin Muhammad Maula Kheleh yang ketika itu masih kecil. Dan Al-Habib Umar bin Syekh As-Segaf duduk di samping kanan dan samping kiri. Beliau mengaji. Jatuh ke kanan, diluruskan lagi. Jatuh ke kiri, cucu yang kiri meluruskan lagi. Berulang-ulang kali hingga ajal menjemput. Wafat dalam keadaan membaca kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan berkat Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf Allah Subhanahu wa taala buka mata hati kita sehingga kita bisa memandang kepada dunia ini dengan pandangan yang hakiki dan ingin menjadi orang-orang yang lebih mementingkan perkara akhiratnya hingga kita tidak menyesal saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma naqulu lakum, mungkin hanya ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Walafu minkum, banyak yang lebih alim, banyak yang lebih tua. Al-Faqir bukan apa-apa, tapi Allah izin, Allah takdirkan. Wa ma qumtu illa bimtithalil amr. Kalau golil adab minta maaf sekali lagi. Hadza ma naqulu lakum walafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqun 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba wa waffiqna lima tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dengan berakhirnya talqin zikir tadi maka berakhirlah haflatul halal Habib Alwi bin Syekh Segaf pada siang hari ini, dan kami mewakili daripada keluarga abna wa ahfad daripada Habib Alwi bin Syekh Segaf memohon maaf atas segala kekurangan dari sana sini, dari tempat duduk mungkin yang seharusnya berada di dalam lalu berada di luar, atau yang harusnya berada di depan tapi duduk di belakang. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami harapkan untuk kita semua duduk di sesuai sufrah yang sudah disiapkan. Satu sufrah itu 8 orang, atau satu halaqah 8 orang. Sekiranya kalau yang di